عامل ايه يا عم محمد؟ اهلا وسهلا. ايه الاخبار يا عم؟ ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله والله. الناس كانت بتسأل عليك، كنا مصورين اخر فيديو من 2019 او 2020. 2020 من 5 سنين. ايه والله بص يا عبد الرحمن، انت الوحيد اللي انا بقبل ان انا اصور معاك. فرح ان انا الله يبارك. بدعم ولادنا اللي هم في بداية اي نشاط، نشاط انتاجي، نشاط اعلامي، نشاط صناعي. بلاقي ان انا يعني عندي دوافع قوية جدا ان انا اساعدكم بكل امكانيات. طيب احنا بس عشان نوضح للناس، دوت مش محل البيع والشراء، ده المكان بتاع التصنيع بتاع عم محمد. كان التاني بيبقى في الابراهيميه فينا يا عم محمد، 4 شارع عباس الحلواني على الترام بتاع الابراهيمية. عشان بس اللي هيسأل، المكان اتنقل من الازاريطه للابراهيميه. روح وموجود على اللوكيشن على الصفحه بتاعتك. سيب لكم طبعا الصفحه ده. هوايتنا الجميله الراقيه وصلت بينا لفين؟ ايه الاتجاه اللي رايحه فيه الهوايه دي؟ يعني انا بنبه ولادنا اللي هم بيحبوا الهوايه، سواء كانوا القدام او اللي لسه داخلين، لان بسم الله ما شاء الله في ناس كتيره بتخش في الهوايه يا جماعه. يعني انا يوميا بيجي لي ناس جداد ما يعرفوش اي حاجه عن نطاق الهوايه، ومعنى كده ان الهوايه بتجذب ناس كتيره جدا. فبالنسبه للعدد او عدد الاعضاء الجدد اللي هم داخلين في الهوايه، بسم الله ما شاء الله. يعني الهوايه، عاوز اقول ان الجديد في الهوايه بالنسبه لاولادنا ان احنا مش عاوزين نحولها غوايه من الشيطان والعياذ بالله. والهواية ده شيء جميل، بنقضي فيه وقت ممتع، بنستمتع فيه، بنحاول نفش الطاقة بتاعتنا، بيبقى عندنا طاقة إيجابية نتيجة ان انت بتتفاعل مع كائنات جميلة، بتشوفها ازاي بتتربى، ازاي بتفرخها. طبعا الناس اللي بيفرخوا ان شاء الله سمكة جوبي بيكون مبتدئ، ده بيحصل له كده يعني حاجة كده كأنه دخل الجنة، يعني نشوة روحية كده. طبعا حتى لو سمكة جوبي شوف ولادها، لا قمة الانبهار وقمة الفرحة وقمة السعادة. فأنا بقول الهواية الجميلة بتاعتنا مش بقد إيه تمن السمكة اللي أنت بتربيها، ما ينفعش تبقى كده، وإلا هتتحول لغواية، وغواية من الشيطان. هتقعد تقول أنا عاوز أجيب استنجرية، عاوز أجيب أروانة ب20,000 وتموت لك تاني يوم، عاوز أجيب سمكة من الإنجل تمنها 1000 أو 2000 جنيه ومش هتكمل معاك شهر، وتبتدي الصدمات وتبتدي المشاكل. طيب إحنا الهواية دي إحنا داخلينها علشان نسعد نفسنا، ولا علشان يجيلنا كم كبير من الإحباطات نتيجة طموح مش منضبط؟ يعني الطموح بتاعك مش منضبط. أنا شايف إن سمكة المولي في منتهى الجمال اللي في الدنيا. لو ربيت اللاير تيل مثلا، الديل الهلالي، وتخصصت فيه، وربيت السيلفين اللي هي الزعنفة الظهرية العالية، طب ما دي حاجات مندثرة عندنا، مش موجودة أصلا في مصر. وسمكة المولي دي لو شفت خلفتها وهي صغيرة، انت أي حاجة في الدنيا مش هتبقى بجمال خلفتها، أي حاجة في الدنيا مش هتبقى بجمال خلفتها. يعني هتشوف حاجة تسعدك من جوه قلبك، من جوه قلبك هتبقى فرحان ومبسوط جدا ان انت شفت خلفة سمكة المولي. طب سمكة المولي مهملة جدا في مصر دلوقتي، زمان كانت من الأسماك بالغة الجمال بالنسبة لنا، وكان منها الألبينو والريد آي والحاجات الجميلة اللي منها. طب ليه احنا ما نرجعش بالهواية للجذور بتاعتها؟ ايه هي الجذور بتاعتها؟ ان انت تستمتع بخلقة ربنا سبحانه وتعالى. ما تفكرش ان انت هتجيب سمكة نادرة هتستمتع بيها، قد تكون في مرحلة من مراحل التطور والتخصص. لكن عاوز اقول لك في فترة احنا فيها دلوقتي القوة الشرائية انخفضت بالنسبة للمصريين بنسبة 90%، يعني الحاجة بقت ب10 أضعاف ثمنها، فأنت دخلك أقل بنسبة 90% على الأقل. فأنت ليه تعقد نفسك قوي وتحشر نفسك في سمكة ثمنها 1000 أو 2000 أو 10,000 جنيه؟ هنا هتتحول الهواية لغواية، وهتبقى حاجة تزعل مش حاجة تفرح. الحاجات الرخيصة برضو بيبقى فيه منها مش شرط عشان هي رخيصة فمش حلوة، لا، في حاجات رخيصة جدا وأسعارها متوسطة بس اشكال تغبل. طبعا في الجوبي في انواع. ما اقدرش انسى جهد ابننا اللي اسمه محمد روميو. هو كان اول من ادخل سمكة الزبرة الجلو لايت، اول ما نفرخها، ده انا بعترف له بكده، ما شاء الله عليه. هي سمكة سهلة في التربية او في التفريخ، بس هو بصراحة ليه شرف ان هو ادخلها يعني في مجال الهواية بتاعتنا ونشرها في البداية وكده. سمكة زي دي في منها كام لون، لازم ندي الفضل لصح، مش يعني احنا بنجامل حد ولا حاجة، بنقول سمكة بسيطة في البريدنج بس اللي نشرها اسمه فلان الفلاني، ما ينفعش نتجاوز المرحلة دي. طيب سمكة جميلة قوي 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 قوي، وعاوز تشوف
شوف بقى الاعجاز في تفريخها، وتفريخها سهل يا جماعه. يعني انت تحطها على شبكه كده وتحط 3 دكوره مع انتايه. عاوز اقول لكم ممكن تفريخها كل 7 ايام لو انت اديت لها ارتميا ودود كل 7 ايام. طب مين يعرف بقى القصه دي؟ وما شاء الله البيض بتاعها بيبقى مش محتاج تعقيم زي البيض بتاع الانجل. ولما بتتحط في مجموعات كبيره وتجيب الالوان بتاعتها اللي هم تقريبا حوالي 7 الوان، انت بتبقى قصاد حاجه مذهله. كمان في تأثير للضوء على الجلو لايت. تأثير الإضاءة على الجلو لايت ان انت لو عملت الإضاءة الزرقاء، هتفاجأ بان انت في حالة صدمة تتلقلق كده، بتشوف الوان انت مش مصدقها، اكن انت مشغل لمبات اخضر فسفوري واحمر فسفوري وازرق فسفوري في المية. فدي بيديك احساس جميل، ودي من ضمن تأثيرات الضوء على ان انت تستمتع بجمال خلقة ربنا سبحانه وتعالى بالسمكة. فاحنا بنقول اهو يا جماعة يا اولادنا في الهواية، يعني اوعى تحط نفسك في تصادم مع سعر السمكة، او انا عاوز يبقى عندي السمكة اللي سعرها كذا. هلا بقى لما انت تبقى متخصص وتقدر تحافظ على السمكة دي هنا، وتكون كمان يعني ليك القدرة ان انت تنتج منها، لان انت ممكن تجيب سمكة ب10-20 الف جنيه هتقعد معاك شهر ومع السلامة هتتوكل على الله. فانت بتبتدي تحس ان الهواية وحشة. الهواية وحشة ليه؟ لان انت اللي خليتها وحشة، انت اللي اصطدمت مع الواقع وعاوز وكبرت طموحك زيادة عن اللزوم، وعاوز سمكة اسمها كذا وسعرها كذا، ففي النهاية بيجيلك صدمة وممكن تخرج من الهواية. احنا عاوزين الهواية تستمر، الهواية ناخد الطاقة الإيجابية منها، ان انت تشوف قد ايه ربنا خلق حاجات جميلة في الدنيا، ربنا هنا عليك، وتشوف كمان العظمة بتاعت ربنا في انتاج السمكة دي. تفاص بالسمكة حاجة وتفريخها حاجة. يعني في بعض الهواة بيبقى هم هدفهم ان يحتفظ بالسمكة، مش عاوز بريدنج خالص، شكل جمالي مثلا في حوض مزروع تمام خلاص، وده من حقه. وفي ناس بتتعمق اصلا بقى في يعني بيقعدوا يحفروا، وعاوز يشوف بقى الجزء الثاني من السحر بقى والجمال بتاع الاسماك الزينة، فيشوف البيض ويشوف التزاوج بتاع الاسماك وازاي البيض بتطلع وازاي بتتعلق على الازاز وتتعلق كام يوم على الازاز، تقوم الزريعة من صغرها وبعدين ازاي بقى تبتدي تتحرك في المية. دي معجزة، دي معجزة لما تلاقي سمكة ملي فيها عين وجهاز هضمي وتنفسي ومخ وتفكير وأعصاب وإرادة وحركة. ويعني انت بتتكلم في ان انت شايف معجزة الهية قصادك، معجزة الهية قصادك، ويا ريت تحس بيها. هنا الجمال بتاع هواية اسماك الزين، هوايتها مش ان انا احتفظ بسمكة ستنجراي ولا مش عارف ايه واقول جايبها ب10-20 الف، لا ده مرض نفسي. يعني انت اذا وصلت المرحلة دي ان انت بتقول انا عندي سمكة كذا، فانت يعني دخلت ممكن بس يتدرج في الموضوع، ممكن بقى. بس معلش يعني مين في مصر دلوقتي يعني طبعا قليلين جدا اللي بيحتفظوا بالحاجات دي، وطبعا ليهم كل الحق ان هم يحتفظوا. ما بقولش ان اللي بيحتفظ بحاجة زي كده مريض نفسي، بس ما يخشش مرة واحدة كده. لكن بقول ان المبتدئ لما يعمل كده يبقى هو اخذ قرار مش حكيم، بحيث انه هيورط نفسه توريطة وحشة. هيورط نفسه توريطة وحشة، لأن كل سمكة ليها احتياجاتها لازم تدرسها، ليها مساحة المياه الخاصة بيها، ليها التغذية الخاصة بيها، ليها الأدوية الخاصة بيها. الحاجات دي كلها لازم تكون متوفرة قبل ما تشتري السمكة، قبل ما تشتري السمكة. هو كمبتدئ مش متخصص بقى في المجال أصلا، فهو عجبته السمك، لا أنا عايز السمكة دي، فكلامك صح 100%. كمان من الأسماك المبهرة اللي ابتدت تنتشر اللي هي الجلو لايت تترا، اللي هي سكرت تترا، ودي بالالوان بتاعتها، ودي فيها تعديل جيني. بس التعديل الجيني ما ترتبش عليه ان الخلفة بتاعتها تطلع من غير الوان، لا خلفتها بتطلع بالوان. واول ما ظهرت السمكة دي من حوالي 10 سنين مثلا، كانت بصراحة بنعمل لها البريدنج بتاعتها تطلع كل خلفتها بيضة. دلوقتي نتيجة التطور اللي حصل في جنوب شرق آسيا أصبح الوضع ما شاء الله مثالي. فأنا بقول في مجموعة كبيرة من الأسماك. في عاوز أقول لك السرد تم إهماله في مصر، صح. في السردات اللي هي زعنف من ظهري كده، في حاجات عجيبة يا عم محمد الواحد بيشوفها على النت بصراحة. فاللي أهمل ده، احنا كان عندنا البلو سيفو أو البيرل نوار، وكان منه العادي وكان منه الدبل تيل، وفي التوكسيدو العادي والدبل تيل، وفي الواك تيل اللي هو أبو ديل أسود ومنه الدبل تيل،
وفي السبوتد وفي السانتا كلوز وفي الباين ابل وفي الالبينو وفي الفول وايت. الله يا ولاد، والله العظيم سمكة الصرد دي بتكبر، بتبقى يعني قد الكف واكبر. انتم متخيلين؟ عاوز اقول بس معلومة صغيرة كده بخصوص سمكة المولي اللي احنا اتكلمنا عليها، ان البعض بيفشل في تربيتها نتيجة انه مش عارف تغذيتها. هي اساسا بتعتمد على الطحالب او الاكل اللي فيه خضار. الخلية بتاعتها لا تنمو، لو انت اكلتها دود هتلاقي تيجي كده عند عقلة وتبتدي تتنحل كده وتضعف وتموت. طيب ليه هي ناجحة في المزارع في كفر الشيخ؟ لأن مساحات مفتوحة ومية خضراء والطحالب والدنيا دي كلها. لكن للأسف هناك في إهمال، بحيث ان معظم اسماك المولي بتيجي فيها الشوكة الدودة الدبوسية، دي من ضمن الامراض الرئيسية، والفنجس. انا يعني بقول انتبهوا لما تيجي تشتروا حاجة من كفر الشيخ، لازم تخضع للدراسة الاول تشوفها ان هي سليمة. النقطة الثانية ان انت تعمل لها حجر صحي قبل ما تحطها في الحوض بتاعك. يعني ما ينفعش ان انت تجيب سمكة كده من اي حد مهما كان درجة الثقة فيه وتقوم حاططها في الحوض الرئيسي بتاعك. وياما اولاد لينا جابوا من السوق حاجات، طبعا مش بضرب في السوق، بس هو انا واحد يا جماعه بفتح في السوق، في اهمال كتير في السوق بيحصل. انا مش بضرب في السوق، انا بقول حاجه، بقول لحضرتك عاوز تشتري من السوق اشتري، بس ايه، اعمل حجر صحي. الحجر الصحي ده بنعمله ازاي؟ بنجيب حوض فيه كل التجهيزات بما فيه السخان بما فيه الفلتر وكل حاجة، وبنجيب مثلا مادة زي الأوكسي تترا سايكلين، بنحط 4 جرام لكل 100 لتر. 4 جرام يا جماعة يعني 4000 ملي لكل 100 لتر. ولو بودر وبنستخدم اللي هو النوع البيطري. بصراحة في كذا درجة، لو انت قدرت تجيب الجريد العالي يبقى متعة بقى. فانت كده بتعقم حاجتك لمدة كام يوم يا جماعة؟ 4 أيام. الحاجة اللي عليها أمراض بتختفي الأمراض، الحاجة اللي عاوزة تموت بتتوكل على الله تموت بالأمراض اللي عليها. انتهت القصة. بعد عملية الاستقرار بتبتدي تنقل السمك بتاعك للحوض الرئيسي. تمام. احنا قلنا ما نحطش السمكة يا جماعة مع الحوض. يعني انت ممكن تكون جايب السمكة شكلها صحي 100%، مش ظاهر عليها اي حاجة، ديت بتبقى فترة تكون او فترة الحضانة بتاعة المرض. فعشان خاطر كده محمد من مدرسته تقطيع، او من المدرسة الصح عموما ان انت لازم تعمل حاجة، وده كلام صح. الموضوع ده بيعملوه في المالح يعني اكتر. انا عاوز اقول حاجة مهمة جدا. المية بتاع كفر الشيخ هي مية سيئة جدا 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 بنسبة 1,000,000%. فاللي بيحصل ايه؟ هي الامراض دي مش كائن حي؟ امراض كائن حي، المرض كائن حي. أيوة. ليه ظروف ينتشر فيها وظروف يتقلص فيها. لما بتكون المية مستواها سيء، فزي ما بتكون سيئة على السمكة بتكون سيئة على المرض. فانت بتيجي تاخد السمكة بمرضها من بيئة سيئة جدا، تقوم جاي حطيتها في الحوض الجميل بتاعك اللي هو متدفي ومية نظيفة واكسجين عالي، فيترتب عليه ايه؟ ده بيشتغل وده يشتغل. المرض يبتدي ينتشر فجأة على جسم السمكة. وده اللي بنقول عليه ان بعض الناس تقول لك انا جبت السمك في السوق مات وموت لي السمك بتاعي. مات وموت لي السمك بتاعي لان انت حطيته في بيئة مواتية بالنسبة للسمك وبالنسبة للمرض. طب المرض متعلق على جسم السمكة، خلاص بقى هيبتدي يهجم بمنتهى القوة على جسم السمكة، ومن هنا تبتدي المشاكل وتفقد المجموعة بتاعتك وتبتدي تزعل من الهواية. فانا كمان مش عاوزك تزعل من الهوايه، لان انت اللي بتغلط دلوقتي. يعني انت اللي عملت لي حجر الصحي. اقول لكم حاجه عشان ما تكلفوش نفسكم، اعمل حجر الصحي في كروانه اهي من كروانات البيت يا جماعه. في حاجه بقى اسهل من كده؟ وغطيها وحط الاكسجين. غطيها ليه؟ علشان ما فيش سمكه تنط، يبقى انت حافظت على السمك. وهتحط اكسجين وممكن تحط سخان صغير مثلا 25 واط ولا حاجه. ادي حوض الحجر الصحي بتاعك. انا ما كلفتكش مليم علشان تقول لي ده انت بقى يا حاج محمد هتعقدنا وانا هجيب كمان حوض عشان اعمله حجر صحي. اي كروانه عندك، اي علبه من العلب البيضة دي اللي انتوا بتحطوها في الثلاجه تكون كبيره شويه مثلا 40 في 30 ولا حاجه، ويعمل فيها نفس السيستم. فانت كده بتحافظ على اسماكك، والجمال بتاع الهوايه انت بقى مش بتفقده. لان لما سمكه بتموت عند هاوي بيزعل وبيحزن جدا وبيتنه متأثر يوم واتنين، خصوصا إذا كانت أطفال.
يعني وحتى الشباب بيتأثر. هو بيتأثر ليه؟ في ناس طبعا هو التأثير مزدوج، لأن أنت فقدت حاجة جميلة أنت مختارها وبتحبها، ومن الناحية التانية فلوس أنت دفعتها، والفلوس دلوقتي صعبة، يعني صعب تحصيلها، أو فقدت 90% من القوة الشرائية في السمكة، أم جنيه بقت ب10 جنيه، فأنت خسرت فلوس أنت أولى بيها. فعشان تحب الهواية لازم تعمل عملية الحجر الصحي، وتستخدم 4 جرام أكسي تتراسايكلين لكل 1000 لتر، وبكده احنا بنقدر نحافظ على الأسماك بتاعنا وعلى الحوض الأم بتاعنا اللي فيه المجموعة بقى الجميلة بتاعتنا. ما ينفعش أنا أجيب سمكة ب10 جنيه أموت لي سمك ب1000 جنيه أو ب2000 جنيه، كده القصة مش ظريفة يعني. فاتجاهات السمك، الاتجاهات انا شايف ان في ناس كتيرة بتخش في الهواية، شايف ان انت المفروض ان انت ما تحولش الهواية لغواية بقى مع الشيطان، ما تقعدش تركز على الاسماك الغالية. يعني انا عاوز اقول تجربة شخصية ليا، انا فرغت كميات ديسكاس كبيرة جدا، والله ان انا من كتر الاجهاد بتاع تغيير المية انا بعت الامهات باولادهم. ليه؟ حسيت ان انا بعمل حاجة غلط. ايه هي الحاجة الغلط؟ كميات مية يا جماعة بتترمى كل يوم رهيبة. يعني انا بصيت لها من منظور ديني، يعني في ناس مش لاقيه تشرب، وانا كل يوم ارمي لي مثلا 300 400 لتر، وساعات الميه دي بتبقى اغلى من الذهب. يعني لتر ميه واحد قادر على انقاذ حياه انسان، فانت بترمي 300 400 لتر كده في البليعه كده كل يوم. احنا شايفين جنبنا واخواتنا مثلا شايفين اهلنا يعني في القطاع. ف يعني طب انت ليه تصعب الامور عليك؟ ده النبي بتاعك العظيم الجميل ده قال: ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخير بين امرين الا اختار ايه؟ ايسرهما. فانت ما تصعبش على نفسك وتقول انا هربي ديسكاس وانت ما عندكش الامكانات للاحواض بتاع الديسكس. ليه احواض خاصه، ليه تغيير ميه يومي، ليه اكل حي يومي، ليه رعايه صحيه عن طريق المواد الكيماويه يوميا. طب انت ليه تصعب الامور؟ يعني احنا عاوزين الهوايه تكون جميله، مش عاوزين تكونها صعبه، مش عاوزين تكونها هوايه وتكون مع الشيطان. احنا عاوزينها تكون مع ربنا، نستكشف العالم الجميل، نحافظ على الكائنات الحية، نقدر نراعيها كويس. الدواء يكون عندك جوه بيتك قبل ما تشتري السمكة. يعني ضرورة وجود الأدوية في البيت، لأن بعض الأوقات أنت بتستكشف مثلا مرض الوايت سبوت ده بعديها ب24 ساعة، وتقعد بقى تشوف الراجل بقى اللي عنده الدواء فاتح ولا مش فاتح، ممكن يضيع يوم تاني. فأنت كده وصلت المرحلة النهائية من المرض. يعني مرض الوايت سبوت ده مثلا هو عامل زي ايه؟ زي الصامولة كده اللي كل يوم بتلف لفتين جوه جسم السمك، وبيترتب عليها لما الطفيل ده بيقعد يفحر في جسم السمكة، بنلاقي بقى حوالين الفحرة دي بكتيريا انفكشن. فانت عندك مرضين، عندك الوايت سبوت ويبتدي يظهر تلوث بكتيري حوالين المرض ده. ونسبة الإنقاذ بتكون 100% في أول 24 ساعة. بعد 24 ساعة بيموت 25%، 24 ساعة تانية بيموت 50%. ثالث يوم تأكد إن أنت خسران المجموعة كلها، لأن الصامولة قعدت تلف اخترقت السمك، والبكتيريا اخترقت السمك، أصبح في حاجة اسمها دبل انفكشن. انت كان عندك دلوقتي تلوث فطري، اصبح عندك كمان تلوث بكتيري، اللي هو زي الالتهاب اللي بيحصل للجسم لما يبقى في حاجة. فانت دلوقتي قول لي بقى كمبتدئ، هتعالج لي بقى التلوث الفطري الاول ولا التلوث البكتيري؟ وهي السمكة اتهلكت من الفطر. انت حطيت نفسك في مشكلة بقى دلوقتي في التفكير، هتعالج اهني دواء اهني مرض الاول، لان ده ليه سيستم في العلاج، والبكتيريا انفكشن ليها سيستم تاني في العلاج. فانت دخلت نفسك فين؟ في مشكلة. فبقول لك الدواء قبل السمكة يكون موجود على الرف عندك، بحيث ان انت ما تقعدش بقى تنزل وتجري بقى وفي الشوارع وتدور على واحد يبيع لك دواء. ما ينفعش الكلام ده.